الخارجية الجزائرية بعد لقاء بلينكين وعطاف. أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أمس الأربعاء محادثات مع نظيره الأمريكي أنطونيو بلينكين تناول خلال آخر تطورات الوضع في منطقة الساحل وفي أوكرانيا، إضافة إلى تأكيد دعمها للعملية السياسية للأمم المتحدة في الصحراء. حسب ما ورده بلينكين في تغريدة له على موقع إكس تويتر سابقا. تغريدة المسؤول الأمريكي سبقها بيان للخارجية الجزائرية حاولت من خلاله تحوير الموقف الأمريكي الموردة أن طرفي تناول آخر تطورات قضية الصحراء الغربية، مجددين التعبير عن دعمهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية لتمكين طرفي النزاع من انخراط بجدية ودون شروط مسبقة في مسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي لم يرد في تغريدة رئيس الدبلوماسية الأمريكية. تعارض المضامين البيان الخارجية الجزائرية مع تغريدة بلينكين وترويجها لنقاط تتعلق بملف الصحراء المغربية لم يتم التطرق إليها خلال هذا اللقاء، وإصرار الجزائر كل مرة على التلاعب بكلمات وإقحام ملف الصحراء في بياناتها بمناسبة أو تدوينها تستغله جهات معادية للمغرب لتشكيك في موقف الأمريكي تجاه ملف الصحراء المغربية، الذي أعاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماتيو ميلر الشهر الماضي تأكيد على ثباته بشأن اعتراف بمغربية الصحراء. ويرى محللون أن زيارة عطاف إلى واشنطن تندرج في إطار محاولات هذه الأخيرة فهم مواقف للنظام الجزائري تجاه مجموعة من القضايا، على رأسها قضية الحرب الأوكرانية الروسية وملف الأمن في الساحل، خاصة في ظل تقارب الجزائر الأخير مع محور الشرق، كما أن حضور ملف الصحراء المغربية ضمن محادثات مسؤولين يؤكد تورط النظام الجزائري في هذا النزاع المفتعل في وقت تضغط فيه واشنطن على الجزائر من أجل انخراط الجاد والمسؤول في الجهود الأممية الرامية لإيجاد حل واقعي ودائم لهذا النزاع. هشام معتد خبير في العلاقات الدولية قال إن زيارة وزير الخارجية الجزائري إلى الولايات المتحدة الأمريكية تندرج فيها إطار زيارات روتينية التي تعتمدها إدارة الأمريكية في جدول علاقاتها الخارجية مع دول في منطقة من أجل التباحث حول التطورات في منطقة وتجديد الدفاع عن مصالحها الحيوية. وأضاف المعتاد أن واشنطن في سياستها الخارجية تعتمد مقاربة اللقاءات الدورية مع وزراء خارجية بلدان التي تقع في منطقة تعرف تحولات جيوسياسية لها علاقة مباشرة بمصالحها الاستراتيجية، إذا تحاول إبقاء على قنوات التواصل في أقصى فعالياتها من أجل ضمان أمن وسلامة تنزيل خارطتها السياسية على مستوى الدولي. وأشار المتحدث عينه إلى أن زيارة وزير الخارجية الجزائري إلى واشنطن كانت مناسبة إدارة الأمريكية إخبار السلطات الجزائرية باحترام توجهاتها السياسية والتزام بها على إثر تحولات التي تشهدها المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالانقلابات العسكرية التي تشهدها بعض الدول الإفريقية وأحداث سياسية متسارعة في ليبيا، إضافة إلى التطورات الأمنية التي تعيشها تونس وإشكالية تدبير تدفق المهاجرين القادمين من الساحل والصحراء. وحول ملف الصحراء المغربية أوضح المعتد إن إدارة الأمريكية انطلاقا من التزامها كدولة وبناء على اتفاق سياسي بين الرباط وواشنطن بدعم مساندة الطرح المغربي في هذا النزاع المفتعل، اعترافها الرسمي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية فإنها تعمل على تجديد إبلاغ الجزائر بموقفها والضغط عليها من أجل انخراط المسؤول والجدي
المغربي في هذا الملف من أجل إنهاء مسلسل تسويته سياسيا باعتبارها طرفا فيها. وسجل الخبير العلاقات الدولية حول ملف الصحراء وأوضح المعتاد أن إدارته انطلاقا من تلك الدولة. وسجل ملف خبير في العلاقات الدولية إن خارجية الأمريكية تناولت ملف الصحراء المغربية من زاوية التطورات الأخيرة لهذا النزاع المفتعل، حيث إن إشارة البيان الخارجية الجزائرية إلى عبارة آخر تطورات القضية الصحراء مقصودة بها إن واشنطن قامت بتناول هذا الملف من منطق ديناميكية جديدة التي يعرفها على مستوى الساحة الدولية، ودعم متزايد لمقترح الحكم ذاتي المغربي في طرف. وبهذا الصدد ما زالت أمريكا وتم موقفها دائما من النزاع المفتعل وتعترف بمغربية الصحراء.